واش عمرك سولتي علاش الوقت ولا كيدوز دغيا؟ علاش نهار كنا صغار الصيف كان كيبان لينا طويل بزاف والعطله كتبان ما كتساليش، ودابا العام كامل كيدوز بحال 2 سيمانات، فجأة كنلقاو راسنا في شهر جديد وعام جديد وعمر جديد. ولكن السؤال الحقيقي هو واش الوقت فعلا ولا كيدوز بسرعه ولا دماغنا هو اللي تبدل؟ بصراحه الوقت ما تبدلش، فالثانيه هي الثانيه والنهار هو النهار، ولكن الاحساس ديالنا بالوقت هو اللي كيتبدل. الدماغ ديال الانسان ما كيحسبش الوقت بالساعه، كيحسبوا بالتجارب والذكريات. يعني ملي كتعيش نهار عامر بالحوايج جديده دماغك كيسجل تفاصيل كثيره، وهاد التفاصيل كتخلي الوقت يبان طويل. ولكن ملي كتعيش نفس الروتين كل نهار الدماغ كيحبس، كيسجل بزاف ديال التفاصيل، وهنا كيولي الوقت يطير. علاش مرحله الطفوله كانت كتبان لينا طويله؟ حيت بكل سهوله الطفل كلشي بالنسبه ليه جديد. اول مره كيشوف المدرسه، اول مره يكون عنده صديق، اول لعبه، واول خوف، واول رحله. فالدماغ ديالو كيكون كيستقبل كميه كبيره ديال المعلومات اللي جديده عليه كل نهار، وداك الشيء علاش كل لحظه كتبقى محفوره في الذاكره. اما الانسان الكبير معظم الايام كيتشابهوا، نفس الطريق، نفس الخدمه، نفس الروتين، والدماغ كيختصر هاد الايام بسرعه. وزيد عليها حتى التكنولوجيا زادت خلات الوقت يهرب منا. كتدخل تشوف فيديو واحد كتلقى راسك في ساعتين. السوشيال ميديا كتخلي الدماغ يدخل في حاله الاسم ديالها الانتباه المستمر، يعني الدماغ كيبقى ينتقل بسرعه بين الفيديوهات والمعلومات، وهذا الشيء كيخلينا ما نحسوش بالوقت كيف العاده. دابا يجي السؤال المهم، واش كاينه شي طريقه تخلينا نحسو بالوقت؟ الجواب هو العلماء لقاو ان الدماغ ملي كيتعرض لتجارب جديده كيولي يسجل تفاصيل اكثر، وكل ما تزاد التفاصيل كل ما الحياه بانت اطول. يعني الحل ماشي انك تزيد في الوقت، حيت الوقت هو ما كيتبدلش، ولكن الحل هو انك تعيش بطريقه تخلي الدماغ يحس بكل لحظه. كيفاش؟ جرب تبدل الروتين ديالك، تعلم مهاره جديده، سافر، تعرف على ناس جداد، خرج من الروتين ديالك او المحيط ديالك، حيت ملي الدماغ كيشوف شي حاجه جديده كيبدا يركز بزاف، وهذا التركيز كيخلق ذكريات اكثر. وداك الشيء علاش ملي كنسافروا وكنخرجوا من توتر وضغط الحياه كنوليو نحسوا بهذا السفر او الرحله محفوره في بالنا سنين كامله. فالمشكله ماشي في الوقت، المشكله هي اننا ولينا كنعيشوا نفس الايام بلا ما نحسوا، كنفيقوا، كنخدموا، وكنرجعوا كنعاودوا نفس الشيء كل نهار، حتى كيدوز العام وحنا ما حاسينش به. والاخطر من هذا الشيء كامل هو انك كتفيق كل نهار وكتكتشف ان سنوات كامله دازت من حياتك بلا ذكريات حقيقيه. وداك الشيء علاش حاول تعيش لحظات جديده، ما تخليش حياتك تولي اوتوماتيكيه، غامر شويه وجرب شويه، حيت في الاخير الحياه ماشي غير عدد الايام اللي عشتي، ولكن عدد اللحظات اللي حسيتي فيها انك حي فعلا. الاعوام كتدوز بسرعه، ولكن الذكريات زوينه كتبقى قريبه بحال الا كانت البارح. الايام العاديه ما كنتفكروهاش، كنتفكروا غير اللحظات اللي حسينا فيها براسنا حيين، اول ضحكه واول رحله، اول مره ننجحوا واول مره نفرحوا. هاد اللحظات الصغيره هي اللي كتبقى محفوره في البال ديالنا. يمكن السر ماشي كيفاش نوقفوا الوقت، ولكن كيفاش نصنعوا ذكريات تستحق تبقى، حيت الوقت غادي يدوز على كل شيء، ولكن الانسان اللي كيعيش بصدق وكيجرب وكيخلق لحظات جديده هو اللي غادي يحس ان حياته كانت عامره فعلا. داكشي علاش ما تخليش حياتك غير روتين، خرج وضحك، جرب وعيش لحظات حقيقيه. واش عارف ان الدماغ ما كيحسبش حياتك بعدد الايام، ولكن بعدد الذكريات اللي خزن. يعني الا كانت ايامك كلها متشابهه فالدماغ كيختصرها بسرعه، وداك الشيء علاش بعض المرات كنحسوا ان الشهر داز بلا ما ننتبهوا. اما اللحظات اللي فيها مشاعر قويه بحال السفر، النجاح، الضحك، او حتى لحظات الحزن، فالدماغ كيسجلها بتفاصيل دقيقه وكثيره، وهاد التفاصيل كتخلي داك الوقت يبقى حي في بالنا سنوات طويله. وهذا الشيء علاش بعض ذكريات الطفوله مازال كنتفكروها بوضوح كبير،
رغم أنه دازو عوام وسنين طويلة، حيت بكل سهولة ماشي الوقت اللي كيبقى، إنما الذكريات هي اللي كتبقى محفورة في البال ديالنا. Your brain doesn't need your alarm. It wakes you up on its own. Hours before you open your eyes, a tiny structure in your brainstem, the suprachiasmatic nucleus, starts counting down to the time you expect to wake. Not the time on the clock, the time your body has learned. If you normally wake at 7 a.m., your brain quietly begins preparing around 6:30. Your stress hormone cortisol rises, your heart rate increases, and your sleep gets lighter. It's not anxiety, it's anticipation. Neuroscientists call this predictive homeostasis, your brain predicting your future needs and preparing your body before you're even conscious. But here's the wild part. This system adapts. If you change your schedule, your brain rewrites your internal clock within days. If something important is happening tomorrow, it wakes you early. If you're sleep deprived, it lets you stay deeper for longer. Your alarm doesn't wake you, it confirms your brain's prediction. That's why on days you need rest the most, you wake up seconds before it rings. Your body isn't reacting to time. It's syncing with the life you're living. Have you ever noticed how your mind keeps replaying the same moment again and again? What you said, what they meant, or what could go wrong next? That's not just you being dramatic. It's called overthinking, and it's your brain trying to protect you from pain. Psychologically, when your mind feels unsafe or uncertain, it starts analyzing every little detail, as if preparing for every possible outcome will prevent getting hurt again. But the truth is, it doesn't protect you, it traps you. Overthinking makes your brain believe it's solving something, when in reality, it's just keeping you stuck in fear. The more you think, the less you live. So next time your thoughts spiral, remind yourself, you don't need more thinking, you need more trusting. When you fall asleep, something incredible turns on inside your brain. Not dreams, not memories. A cleaning system. It's called the glymphatic system, and most people have never heard of it. But it might be one of the most important systems in your body. During deep sleep, fluid flows between your brain cells, washing away metabolic waste that built up during the day. And here's what makes it extraordinary. Your brain cells actually shrink slightly during deep sleep, just enough to create space for this cleansing flow. When sleep is shortened, this process becomes less efficient. Waste lingers longer. Clarity begins to fade. Over time, disrupted cleansing may allow harmful proteins to accumulate. Proteins linked to memory decline and neurological diseases like Alzheimer's. Your brain does not rest when you sleep. It restores, it clears, it protects, and every night, it waits for you to let it work.